تمام ماشي. طيب اول حاجه هنتكلم بقى عليها يعني ايه ازاي اصلا هو الفيديو اللي الباشمهندس عاصم اتكلم عليها امبارح اللي هو ازاي ناخد انبوت. احنا قلنا تمام امبارح سترينج كنا بناخدها. طيب حد يفكرني بقى كنا بناخدها ازاي ناخد انبوت من اليوزر؟ حد عارف ولا؟ اه تمام نقول. اول حاجه احنا كنا بناخد انبوت من اليوزر من اللي هي console دوت ريد لاين. ده كانت بتقرا سطر من التيرمينال العادي اللي هو الشاشه السوداء اللي كانت بتظهر دي. فده بيقرا سطر، فاحنا عشان نخزن السطر ده فكنا بناخده في سترينج بالشكل ده. فاحنا مثلا لو قلنا نطبع وليكن ايه تيست عشان بلس الانبوت نجرب الحاجه دي. نطبع وليكن اي حاجه انتر فطبعها فعلا فخد انبوت عادي. طيب هل ينفع اشمعنى استقبلنا الانبوت ده في سترينج؟ لان اصلا الفانكشن دي اللي هي اسمها ريد لاين هي بترجع لي سترينج. حتى لو انا رحت عملت كده، حتى لو كتبت لها رقم اللي هو 1 2 3 هي خديته كسترينج مش رقم. لو جيت اعمل عليه اي اوبريشن مش هيرضى. طب ازاي انا طيب عايز اخد بقى من اليوزر ده حاجه وابدا اعمل عليها اوبريشن مثلا؟ يعني مثلا اخد منه رقمين واجمعهم على بعض. ازاي اعمل الكلام ده؟ يعني انا عايز مثلا انت اكس وواي وابدا ان انا اطبع له الاكس بلس الواي بتساوي الاكس بلس الواي. تمام. طبعا هو مدي ايرور عشان هم لسه ما ادينا لهمش اي قيمه. وليكن هنطبع الاكس ناقص الواي وفي الواي. تمام. في البداية مثلا ممكن نديله كام بس عشان هو زعلان. فعايزين نعمل حاجة زي كده، بس الاكس بقى مش احنا نحطهم من هنا. يعني ما فيش مثلا لو احنا عاملين كالكوليشن عاملين حاسبة وليكن ما فيش يوزر هيروح يفتح الكود ويحط القيم اللي هو عايز يحسبها هنا. لا هو يتعامل من بره. تمام. وليكن تيرمينال زي كده يدخل فيها 1 و2 فيتجمعوا بقى يتطرحوا ويتضربوا وهكذا. فاحنا عشان نعمل حاجه زي كده احنا اوريدي احنا عارفين ان هو بياخد سترينج. طب احنا عايزين نحولها لانتجر. ان احنا بقى ايه نبدا نقول ان الاكس هياخد اول سطر ويخليهولي يحولهولي لايه انت دوت بارس. هنعتبر ان احنا هندخل القيمه ارقام مش هندخل فيها حروف. واقول له ايه حول لي الانبوت. فيبدا يحولها يحطها في الاكس. وناخد الانبوت تاني نقول له ان الانبوت بيساوي console دوت ريد لاين عشان نقدر ناخد سطر تاني او رقم تاني. ونقول له ان الواي بيساوي برضه الانت دوت بارس وهديله الانبوت. تمام. فكده بالنسبه له هياخد الارقام وهياخد القيم كسترنجات ويبدا يحولها لارقام ويبدا بقى يعمل عليها الاوبريشنز دي. وليكن لو رنينا كده وكتبنا مثلا 2 و3 فبدأ يقول لي إن 2 فعلا زائد 3 في 5 وبدأ يطرح وبدأ يضرب. فإحنا كده بدأنا إن إحنا ناخد انبوت من اليوزر وعرفنا إن المفروض الكونسول دوت ريد لاين دي بتريتيرن سترينج. فإحنا المفروض نستقبلها في سترينج وبعد كده نبدأ إن إحنا إيه نحول بقى السترينج ده الرقم. طب هل لازم اعرف بقى سترينج؟ احنا اصلا ممكن بدل ده كله ممكن نقول على طول ان الاكس بتساوي الكونسول دوت ريد لاين. كونسول دوت ريد لاين فهو هيعترض لان هي سترينج. فهبدا ان انا اقول له الانت دوت بارس للكلام ده. فهيبدا ياخد
سطر من اليوزر ويحوله لرقم ويحطه لي فين في الاكس. وكذلك نفس الشيء لو قلت هنقوله مع الانت ايه واي، هقول له دوت بارس برضو وكونسول دوت ريد لاين. طبعا السطر الاول ده خلاص ملوش لازمه. فاحنا كده بدأنا ان احنا ناخد الاول استرنجاية ونحولها لرقم في اكس في الاكس، وناخد استرنج تاني ونحولها لواي، ونبدأ نعمل عليهم الاوبريشن اللي احنا عايزينها. فهو مستني ان هو ياخد ارقام وليكن 5 و9، فيبدأ يقول لي 5 زائد 9 والناقص بتاعهم والضرب. فده ازاي بناخد انبوت من اليوزر ونبدا نتعامل معاه بقى، سواء ان احنا نحوله لانتجر او هنا ممكن اقول له طبعا ان انا عايز اخليه فلوت لو انا واخد قيمه عشريه منه وهكذا. طبعا هو معترض لان هو هنا بيقول ازاي فلوت وهحطه انا في الانت. فده نفس الشيء برضو ان انا اديله قيمه ويبدا يعمل الكلام ده عليه. فنفس الشيء يعني بينطبق على الفلوت والدبل والديسيمال والكلام ده كله. طيب نيجي بقى لحته الكونديشنز. الكونديشنز باشمهندس حسن شرح الاف امبارح والالس، فعايزين نحل مثال عليها. عايزين نحل مثال بيقول ان هو هياخد انبوت من اليوزر، تمام، ويبدا يعني هياخد انبوت من اليوزر ان هو هياخد الدرجه بتاعته ويشوف يتشيك الاول ان لازم تكون الدرجه طبعا ما بين 0 و100، ولو هي ما بين ال 90 اكبر منها او يساوي ال 90 واقل منها او يساوي ال 100 فاحنا هنديله اكسلنت، تمام. لو هي ما بين ال 80 وال 90 هيبقى فيري جود، لو هي ما بين ال 70 وال 80 تبقى جود، لو ما بين ال 50 هتبقى باس، اقل من كده تبقى فيلد. فازاي نعمل حاجه زي كده؟ حد يعرف؟ مش لازم تكون فاهم الكود كله، محدش اصلا بيجي في دماغه الكود كله كده من اول مره الا اذا كان طبعا حلل قبل كده. فاحنا ممكن نشتغل مع بعض. حد يبدا؟ حد يبدا معايا نحل ولا ايه الدنيا؟ طيب ممكن انا احلها لوحدي. آه... تمام اتفضلي. طب احنا اولا محتاجين نعمل رينج للحاجه دي، يعني احنا كده كده الارقام عاملين كلها رينج من 0 ل 100. بالظبط. انا بقى هقسمها او فاحنا في البدايه اقسمها ممكن على نعمل واحد ايه؟ يعني نمشي مثلا. خطوات. نعمل ايه؟ ان احنا ناخد الدرجه اولا من اليوزر. ده طبيعي. فاحنا هنقول انتجريت مثلا بتساوي، عشان نحولها على طول زي ما قلنا ان احنا ناخد قيمة من اليوزر، وهنفترض حسن النية ان هو مدخله فعلا ارقام عشان ما يضربش. كده احنا خدنا الدرجة من اليوزر. نبدأ نعمل بقى عليها شوية الخطوات دول. نعملها ازاي؟ انا فكرتي هتبقى في الارقام اللي ما بين، مثلا احنا دلوقتي هتبقى اكيد نستعمل الاف مع الاف الس. اه ايوه هيتحل فعلا كده. انا لو قسمت كل الارقام قبل ما ادخل على الاف الس او الاف بشكل عام الكونديشنز دي، هقسمها على 10 اه عشان يتبقى لي الرقم ك10 او 9 او 8. 10 أو 9 أو 8، يعني عايزاها أرقام أقل من العشرة. طيب ده هيفيدني في إيه؟ بس برضه مش هتظبط. فده ما فادنيش بحاجة. إحنا عندي أصلا عايزين نتعامل على الدرجة على طول، يعني مش شرط أعمل أوبريشنز عليها في الأول. فأنا ممكن أول حاجة أعمل إيه؟ إن أنا تشيك. إن ما هو هنتشيك هتشيك ماشي. الجريد ديت. إحنا أول حاجة عندنا عايزينها هتكون أكبر من ال90، أكبر منها أو يساوي ال90 وأقل من أو يساوي ال100. فإزاي أكتب الشرط ده؟ if grade أيوه equal لو 100 الجريد equal و and and بالظبط إيه تاني؟ يساوي 100. الجريد تكون مثلا أكبر منها أو يساوي 90. هل ده منطقي؟ هو ده مش منطقي جدا. طيب ليه؟
فاحنا كده لان هنفضل نحط. استحاله اصلا الجريد تبقى ب 100 واكبر من 90. احنا مهم. عايزين نقول له لو انت ما بين ال 100 ال 90 وال 100 تمام خش اطبع له اكسلنت. فاحنا مش محتاجين ان احنا نقول ان هي بتساوي درجه بعينها، احنا بنقول رينج. فطالما قلنا رينج فاحنا محتاجين مثلا نقول ان هي اكبر منها او يساوي 90 واقل منها او يساوي 100. هي اكبر من الصفر او اصغر من 100. ولا احنا هي دلوقتي ده في. بشكل عام. ده بشكل عام مم. ممكن نتشيك الاول ان هي ما بين فعلا الصفر والمية. فانا هقول له اف ان الجريد كانت اكبر من ممكن بقى نتشيك ان هي عكس كده، ان هي اقل من الصفر، اور ان الجريد كانت اكبر من 100. تمام. فده اطبع له ان هو invalid. مم. فيطبع ان هو لا الكلام ده غلط، ونحاول بقى ان احنا نخلي الكلام اللي تحت ده ما يتحققش، اللي هو ان احنا نتشيك بقى فعلا ان هو excellent ولا very good ولا good والكلام ده. فاحنا هندخل بقى الكلام ده كله في الإلز، نبدأ بقى نشتغل على فعلا هو جايب درجة ما بين كام لكام، ونبدأ نطبع له الجملة الكلمة إن إحنا عايزين نخليها يعني تبع ده. فإحنا خلاص فهمنا إن هو خلاص عملنا تشيك إن هو بين الكلام ده. فهنا قال له لو هو أقل من الصفر فمش هينفع، جايب سالب إزاي؟ أو هو أكبر من 100 برضه مش هينفع، فيطبع له invalid. لو غير كده هبدأ بقى أطبع الكلام ده، هل هو excellent ولا very good ولا good ولا بس ولا valid. فيلد. تمام. طب ازاي ده؟ اول حاجه ان احنا قلنا ان احنا هنتشيك ان هو ما بين ال 90 وال 100. فقلنا ان الجريد اكبر منها يساوي 90 اند ان الجريد اقل منها يساوي 100. لا، لان احنا عملناه في الاول اصلا. يبقى احنا كده اصلا اتاكدنا ان هو مش هيعدي ال 100، فبالنسبه لنا ان هو تكفي ان هو اكبر منها يساوي 90. طيب تاني حته ال سي اف ان الجريد كام بقى؟ تبقى اكبر من 90 واصغر من ال 100 تاني. احنا خلصنا حته الاكسلنت، تخش على الفيري جود اللي هو ما بين 80 ل 90. اكبر اعملها من ازاي؟ 80 او اصغر من 90. اكبر من اكبر منها او يساوي 80 او و اصغر من 90 او اصغر بدون من ان ال هي 90. تقل. ان هو لازم كمان يكون يعني هو ما بين ال 80 وال 90. فانا هقول له جريد اقل من بقى ال 90. هل ده الشرط ده برضه هيفيدني في حاجه؟ لا. نفكر فيها كده. لان اصلا لو فعلا هو اكبر من ال 90 كان دخل هنا، ما كانش هيخش هنا خلاص. فطالما جه هنا انا متاكد ان هو تحت ال 90، فده مش هيفيدني بحاجه. فانا ساعتها ابدا اطبع له فيري جود. طيب اللي بعدها هتبقى اكبر من 70 بس مش محتاجين نعمل حاجه تانية. برضو هيبقى نفس الكلام بقى. خلاص الدنيا اتفهمت. جريد ان هو اكبر منها او يساوي 70، وهنطبع له ان هو جود. تمام. اكبر من او يساوي 50. تمام. خلاص بقى اكبر من الصفر، فانا هطبع له ان هو فيلد على طول. كده الدنيا مفهومه ولا الدنيا يعني؟ طب تعالى نشيك اصلا الكلام ده. فمثلا هدخل له -1، فيقول لي لا ده انفاليد. ندخل له ان هو مثلا ب105، فده برضه ما ينفعش، فيقول لي انفاليد. طب تعالى بقى نشيك قيم فعليه. المفروض انها تطلع معانا قيم اكسلنت والكلام ده. فاحنا دخلنا مثلا 95، يقول لي ده اكسلنت. وطبعا لو جينا تشيكينا اي حاجه بعد كده لو هو 25 فالمفروض ان هو فيلد. فكده تمام. فحد مش فاهم المثال كده؟ حد مش فاهم ولا نعيد تاني؟ الناس كلها فاهمه؟ هو حضرتك كنت تشرح ال else if؟
else if دي من اول الجزئيه دي ولا فين؟ هو انا لسه داخله، بس انا حاسه ان دي الاف المتداخله، صح ولا؟ يعني هي الاف المتداخله ولا يعني عامه الاف إلس؟ هي الاف المتداخله اللي هي تكون اف وفي عنده كونديشنز وفي اف جواها تاني وهكذا، تكون اف جواها تاني. ده النستد اف اللي هي الاف المتداخله، بس لسه هنشرحها بعد دي على طول. ديت اللي هي الاف والالس اف اللي احنا خدناها امبارح المفروض، فاحنا كنا بنطبق عليها مثال على طول كده عشان نبدا نسترجع الدنيا. فحلينا مثال ان هو الطالب هيدخل مثلا درجته، فلو المفروض ان هي لازم تكون ما بين الصفر والمية، فاحنا قلنا لو هو اقل من الصفر او اكبر من المية فده مش منطقي، فاحنا نطبع له ان هو انفاليد. طيب خلاص بقى، مش يعني بقى ما بين الصفر والمية، فده قيم فعلية معانا، فاحنا بدأنا ان احنا نقول له لو هو اكبر من التسعين يبقى اكسلنت، اكبر من التمانين هيبقى فيري جود، لو هو اكبر من السبعين هيبقى جود، وهكذا. حد فاهم؟ ايوه. تمام. طيب تعالى بقى نشرح الانسيف الاف المتداخلة. الاف المتداخلة هي اف وليكن هنا شرط وفي جواها اف تانية. اللي هو طب دي، ونقول له نطلع ده فوق عشان يبقى موجود معانا. احنا كنا عايزين نتشيك ان هو ما بين المية، فانا هنا هقول له if ان الجريد كانت اكبر من او يساوي الزيرو اند ان الجريد كانت اقل من او يساوي المية، خش نفذ وشوف الجريد دي كام وطبع له على اساسها هل هو اكسلنت ولا جود ولا فيري جود ولا الكلام ده. إلس لا، اطبع له ان هو invalid، ان هو الكلام ده مش منطقي، ازاي قيمة اقل من الصفر واكبر من المية. فنفس الكلام اللي اتعمل جوه هنا هو ده هيتعمل جوه هنا. ان انا هقول له برضو احنا خلاص عرفنا ان هو ما بين الصفر والمية، هل هو اكبر من 90 اطبع له اكسلنت، اكبر من او يساوي 80 برضو اطبع له فيري جود، وهكذا. فاحنا لو جينا نجرب ده، يعني ندخل مثلا 105 فيقول لي انفاليد، ندخل مثلا 93 يقول لي اكسلنت، وهكذا مع باقي القيم. فهي ديت الاف المتداخله اللي هي اف وجواها برضو اف، مش بعدها else اف، لا جواها اف. فهي دي الاف المتداخله. حد فاهم حاجه ولا ايه التاني؟ ايه الدنيا، فاهمين ولا مش؟ طيب ديت اللي هي الاف. طيب في الكونديشنز تاني حاجه اسمها السويتش. ايه هي السويتش وايه فايدتها؟ طالما احنا عندنا اف ليه نستخدم اصلا سويتش؟ ولو هي السويتش طلعت الاول ليه يطلعوا الاف وايه الفروقات ما بينهم والكلام ده؟ السويتش السنتكس بتاعها بتتكتب بالطريقه دي، بديله هنا فاليو، تمام، وبخش هنا اقول له كيس ان الفاليو ديت وليكن لو هي كانت سترينج وليكن ممكن نقول حاجه ندخل رقم او نقول ان الانت اكس بتساوي واحد، فاقول له سويتش على الاكس، لو لقيت ان الاكس بواحد خش اطبع لي ان هي بايه؟ ب1، ويعمل حاجه اسمها بريك، وقول له سويتش مره هطبع له وليكن 2، واقول له برضه بريك. فده وتاني حاجه مثلا لو احنا قايلين ان هو لازم يكون بصفر او واحد، في حاجه اسمها ديفولت اللي هو سي دبليو
وليكن invalid برضو، وبرضو لازم تنتهي ببريك. ايه الكلام ده بقى؟ وليه لازم تنتهي ببريك؟ وايه هي الديفولت؟ هنا بيحط له فاليو، الفاليو دي ممكن تكون انتجر، او ان هي تكون سترينج، او ان هي تكون كاركتر، او ان هي تكون بوليان. طيب برضو هنا لما انا حطيت الاكس كانتجر، ايه اللي حصل؟ هو هنا خد قيمه الاكس اللي هي كانت احنا معرفينها بواحد، او ممكن نخليها ان احنا ناخدها بقى من اليوزر عشان نبدا نجرب اكتر من حاجه. واقول له انت دوت بارس console دوت read line، فهو هيحولها بقى. لو هي بواحد هيروح داخل هنا يسأل هل هي بواحد، فيقول اه تمام، خش نفذ لي الكود اللي هنا اللي لحد ما يقابل كلمة بريك. بريك دي يعني بتقول له لا خلاص اطلع بره عند السطر ده، اطلع لي هنا وابدأ كمل بقى براحتك. يعني مثلا hello from outside the switch، اطبع لي الكلام اللي بره بقى، كمل دنيتك. فهنا لو هي لا بواحد هينفذ الجملة دي بس، ولو في جملة برضو بعدها هينفذها، تمام، وهيلاقي بريك فهيطلع هنا. طيب ما هي ما كانتش بواحد، فهيروح على الاثنين برضو ينفذ الجمل اللي جواها ويطلع عند البريك. طيب لقاها بقى ان هي ولا بواحد ولا باثنين، ولا يعني ما بقتش بواحد ولا باثنين اللي انا مخصصهم اللي انا عايزهم، يبقى هيروح على الديفولت. طالما ما لقاش ولا شرط اتحقق من دول، هيروح على الديفولت ويقول له ان هي invalid. طب تعالى نجرب الكلام ده. هدخل له واحد هيطبع لي 1، وبعد كده نزل على hello from ايه outside the switch. دخلت مثلا 2، قال طبع لي الاثنين، نزل عند الشرط بتاع 2، قال له كيس فعلا 2. قال له لا ده هيطبع 2، فراح طبع 2 وبعدين طلع بره خالص، ما راحش مثلا نفذ الديفولت. طب امتى ينفذ الديفولت؟ ان هو ما لقاش واحد ولا 2، فيبدا مثلا ادخل له 100 وليكن، هيروح على الديفولت ويقول له ان هي. هل الكلام ده مفهوم؟ هو مفهوم ولا؟ الاف فكرتها true او false، انما السويتش فكرتها ان هي مثلا بتقف عند حاجة المساواة. ايه الفرق اه بينهم؟ حاسة نفس الوظيفة، بس الفرق ان السويتش بيبقى ده نفس فيها الكلام. بريك. نفس الكلام. مثلا لو قلت له اف ان الاكس ايكوال واحد، فديت كيس واحد. يعني انا لو شلت كيس واحد، يعني انا لو عملت ايه ده، اطبع لي الجمله ديت، قلت له إلس اف ان كانت الاكس ايكوال 2، برضه اطبع لي نفس الجمله دي، وقلت له إلس اطبع لي الجمله اللي هي انفاليد. ده نفس الكلام، ده نفس ده. طيب ايه اللي بيفرق ما بين ده وده؟ يعني طالما هما نفس الكلام، ليه اخترعوا الاثنين؟ بيقولوا تمام، او ده الاصح، ان المفروض الاف هنا الكومبايلر بيخش يشوف الاكس بواحد. لا احنا ممكن نقول ان هي مش ان احنا مدخلين الاكس بثلاثه، فيقول هل الثلاثه بتيكوال الواحد؟ فيقول لا، تمام. هيخش على اللي بعدها، هل الثلاثه بتيكوال الاثنين؟ فيقول لا، فيروح داخل على الانس. طب ايه فايده السويتش؟ السويتش بتروح على طول، يعني هو دخل ثلاثة، هو مش هيروح يقول هل هي بواحد، هل هي باثنين، لا ده هيروح على الديفولت على طول. يعني مثلا طب ده يفرق معاه في ايه؟ نفترض ان في واحد طبعا وليكن دماغه بايظه، وعمل else if ديت 100 مره تحت بعض، فاكيد ده مش كلين كود، ده الدنيا كده بايظه خالص في الكود بتاعه، وعمل 30 مره ايه else if، وكان الشرط مش هيتحقق، فكان هيخش في الالس، كان هيمشي 30 مره، كل مره يسال هل انت مثلا بتساوي الشرط ده، هل الشرط ده بيتحقق، لا اخش على اللي بعديها، لا وهكذا. طب السويتش
السويتش بيروح على الحاجه على طول، بيختصر ان هو يسال مثلا ال 29 ويروح رايح على ال 30 دايركت كده. مفهومه ولا؟ ما فهمتش برضو يعني. طب ما هما بيعملوا نفس نفس الوظيفة. الوظيفه، بس تخليكي مثلا انت رايحه مثلا في 10 اوض، بتدور على صاحبتك وليكن، فانت ايه، تفتحي الشقه الاولى، خبطي على الشقه الاولى، صاحبتي هنا لا، بعدين على الشقه الثانيه، على الشقه الثالثه، على الشقه الرابعه، الخامسه، السادسه، السابعه، الثامنه، لحد العشره، لحد ما تلاقي صاحبتك. لا انا بقول لك بقى في السويتش صاحبتك في الشقه العشره، روحي على طول على الشقه العشره. فشفتي فرق الوقت؟ الدنيا مفهومه ولا وضحت؟ آه. ولا الدنيا واضحه؟ تمام. فده الفرق ما بين السويتش والإيكو. في نوع تاني من السويتش، طبعا احنا ممكن هنا ناخد نخليها كسترينج، تشيل بقى دي، فهمنا الطريقه. ممكن نخليها كسترينج، ان انا اخلي ده سترينج، وطبعا مش محتاج ان انا احوله كانتجر بقى خلاص. فانا اخد مثلا القيمه على اساس ان هي بقى العكس، اقول له هل ده 1، فاطبع له 1. هل انت ب2، فاطبع له 2. هل انت مثلا طبعا اذروايز هتطبع له ايه، انفاليد. طبعا نفس الكلام برضو، يعني احنا مثلا لو جينا هنا دخلنا 1 فيروح قايل 1 ان هو فعلا ده 1. طيب نفترض ان احنا دخلنا كده فيقول لي انفاليد. ليه؟ طب ما هي دي 1 ودي 1، بس انا عندي هنا حرف كابيتال، بالنسبه له دي حاجه ودي حاجه تانية خالص، دول مش بيساووا بعض خالص. فده دي طريقتها مع الايه، مع السترينج. طيب في طريقة تانية للسويتش، اللي هي حاجة اسمها السويتش اكسبريشن. السويتش اكسبريشن دي عبارة عن حاجة شبه كده، ان انا مثلا بقول لك خش هنا، لو انت ب1 كده على طول بقى اطبع لي ايه، رجع لي 1. تمام. لو انت ب2 رجع لي ايه، 2. لو انت مثلا ب3 رجع لي. لو انت بقى مش ب1 او 2، لا اندرسكور ورجع لي invalid. فده طبعا المفروض بيرجع كسترينج، فالشكل الكلي هيبقى مثلا هناخد برضو int x equal الانت دوت بارس، هبعت له الكونسول دوت ريد لاين. تمام. وهقول له ايه بقى، string result وليكن بتساوي الاكس، واقول له switch. فهنا طيب هيعمل ايه؟ نفس الكلام، هي نفس الكلام بتاع ده هي ده برضه هيسويتش على الاكس، هيقول الاكس هيعمل سويتش. هل الاكس ب1؟ خلاص رجع لي 1 جوه الريزلت هنا. هل هي ب2؟ رجع لي كلمة 2 بالريزلت هنا. هل هي مش ب1 ولا 2؟ رجع لي انفاليد في الريزلت هنا. فاحنا لو جينا نطبع الريزلت ودخلنا الكلام ده، دخلنا أول مرة مثلا 1 طبع لي 1، دخلنا 2 طبع لي 2، لو دخلنا أي حاجة تاني المفروض إن هو يطبع invalid. لو 100 مثلا طلع invalid. فهو ده الاكسبريشنز. تمام ولا نعيد تاني؟ مفهوم ولا إيه الدنيا؟
اوكي. ناخد بقى مثال على السويتش بشكل عام. ان احنا عايزين هناخد حرف تمام من اليوزر، ونقول له هل الحرف ده من الحروف المتحركة ولا لا. نعملها ازاي؟ والأول هتقول ايه الاول؟ بدل حرف يبقى string. ايوه، مثلا string name. كاركتر وليكن، وهاخده من اليوزر. اوكي، وبعدين هنبدأ في switch بقى. تمام. اقول له سويتش ايه؟ كاركتر. ممكن نقول لو هو ايه بقى؟ كيس ان هو كان الحروف المتحركة اولا هي الاي والاي والاي واليو والاو، هي دي الحروف المتحركة. فاحنا عايزين نعرف هل الكاركتر ده بيساوي حرف من دول ولا لا. فهو لو متحرك هنقول له مثلا ترو، لو هو مش متحرك هنعمل فولس. فانا ممكن ممكن اعمل يساوي الكلام ده يساوي. ازاي؟ يساوي كده. يعني لأ في الكوتيشن. في الكونديشن هنا ولا هنا؟ اقول له مثلا ان الكاركتر بيكوال، قصدك كده ان الكاركتر بيكوال مثلا ان هو بايه، صح؟ اه بالظبط. هو المفروض ان السويتش هي اصلا بتعمل لك الجزء ده، فاحنا مش محتاجين نكتبه لها معاها الكاركتر. فهو لو بايه المفروض ان احنا قلنا هنطبع ترو، ونقول له ننتهي ايه الجملة بتاعتنا ببريك. واضح ولا؟ طبعا هنكرر مرة مع الاي واليو والاو. تمام. خلاص ان احنا خلاص بقى عرفنا كلهم كده. فاحنا ممكن نقول له بقى ان الديفولت خلاص بقى ما لقيتش ولا واحدة، قال ان هو فولس وبريك. واضح ولا إيه الدنيا؟ تمام. فنيجي تيست، وليكن دخلنا ايه، قال ان هو ترو فعلا حرف متحرك. دخلنا بقى اي قيمة تانية غير مثلا الكي، فده مش حرف متحرك فقال لي فولس. واضح ولا إيه الدنيا؟ طب ايه اللي انا عملته ده؟ انا مسحت الحتة دي. في حاجة اسمها حاجة كده المفروض يعني ان الناس اللي هي الشاطرة ككود يقول ان هو حاجة اسمها دراي. ايه الدراي ده؟ don't repeat yourself. don't repeat ايه yourself. انت هنا آه شايف ان السطرين دول هم دول، هم دول، هم دول، وده برضو نفس الكلام. ففي حاجة في السويتش كده ان انا لو عندي كيس وكونديشن معين، ان انا عندي مثلا كيس A والكونديشن ده اتحقق وما لقاش حاجة، ما لقاش بريك هنا، شوف اللي هيحصل. هيقول لك لا انا محتاج بريك. طب احنا لو شلناها كلها هيقول لك لا خلاص بالنسبة له ده او ده. يعني لو ليه الاي هيبدأ يحقق الكلام ده، لو ليه الاي برضه هيحقق نفس الكلام ده. فكذلك برضه ان احنا محتاجين نشيل بقى ده كله، خلاص ملوش لازمة. واصبحت ان هو لو لقيته ب A او E او I او U او O لا اطبع له ترو على طول. مثلا دخلنا ايه هيقول لي ترو. طبعا لو دخلنا مثلا U
برضه هيعمل لي ترو. لو دخلنا اي حاجه بقى غير دول اف وليكن يقول لي false. فالحته مفهومه بتاعت حته ان احنا ليه اصلا شلنا الكلام ده. فالحته دي اصلا بعملها لما يكون عندي ان انا عايز اسوي اكتر من مره ونفس، يعني انا لو طلع مثلا بيساوي احمد هعمل حاجه، لو طلع بيساوي محمد هعمل نفس الحاجه. فهي دي ليه بنشيل الكلام ده ونخليهم كلهم تحت بعض مره واحده. الدنيا مفهومه ولا؟ مفهوم ليه احنا شلنا الكلام ده ولا؟ تمام. تاني احنا المفروض ان احنا كنا عندنا بص ممكن نقول كده، نقول ايه تمام، وممكن نسيب دولت كده ونقول ان هما اي او اور اي اور مثلا هو يو اور او، ونيجي نجرب. فلما جه يدخلنا ايه تمام، طبع لي ان هو ايه بس تمام. لما جينا ندخل اي حرف من الحروف التانية اللي هو وليكن اي، طبع لي ان هو اي او اي او يو او او. طب لو جينا ندخل اي حاجه تانية بقى اللي هو الكيز لما بندخل فطلع لي فولس. فمعناه كده ان هو بيجي يخش يلاقي ايه، يلاقي شرط، الشرط ده اتحقق معاه هيخش ينفذ تمام. نفذ وتمام، لقي بريك هيطلع. طب ما لقاش بريك هيكمل على اللي بعدها. بالنسبه له الشروط ايه اللي بعدها تمام. فكده لو هو ايه هيطبع الايه بس لان هو ليه بريك فهيطلع. طب لو هو ما كانش عنده بريك وما كانش عنده كده، هيلاقي ان الايه الشرط اتحقق. مش هيروح يسأل بقى هل هو باي ولا او، ان بالنسبه له لو شرط منهم اتحقق هيطبع دول. طب لو شرط ما اتحققش خلاص بقى هيخش على كده. الدنيا مفهومه تمام ولا؟ تمام. احنا كده خلصنا يعني كده السيشن النهارده.